السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير. أخوكم محمد أبو حمزة جابر عثرات الكرام. أحد الأخوة سألني يا أخي أبو حمزة شلون بدي أعرف إذا في حسابات بنكية باسمي أو لا؟ وشلون بدي أتأكد أو شو الطريقة اللي بدي أتأكد إنه حساب البنكي موجود على الإي دولات تبعي؟ طبعا من خلال شفرة الإي دولات. أنصح الجميع بالدخول عن طريق متصفح الكروم. أي متصفح الكروم ما يعرف. بالبحث يا أخوي نحط كلمة إي دولات، بعدين نختار إي دولات كابسي. تمام. بعدين يا جماعة الخير ندخل 99 تبعنا وشفرة لي دولات ونكمل معاكم. هاي شفرة لي دولات. بالبحث يا اخواني نحط كلمة بالبحث شخص نختار الخيار الثالث يا جماعة الخير، شخص عندما بنك حسابه. تمام. هذا دخلنا عليه. طبعا ترجمت لكم اللغة العربية مشان تعرفون ايش اللي عم يصير حاليا. تعريف الحساب البنكي للمدفوعات الشخصية. تعريف الحساب الجديد نعطيه تعريف من خيارات. انت ايش عندك حساب بنكي؟ زراعات مثلا، مو نعطيه هذا الخيار. هاي الزراعات بنقصي. بدك تجرب على كل الخيارات لا تعرف. عندك بي تي تي تحط البي تي تي، عندك هالك بنك تحط الهالك بنك. مثلا انا عندي حساب زراعات بنك نعطيه صور قلمه. شوف يا جماعة الخير، هاي حساب الزراعات طلع تبعي الايبان ورقم الحساب ومن اي شعبة استخرجته. هاي الطريقة اللي من خلالها تستطيع انه تستخرج اذا في عندك حساب بنكي او لا. مثلا بدك تجرب على كل البنوك نفس الطريقه، اختار البنك الاول سوري لما البنك الثاني الثالث يبين معك اذا في حسابات بنكيه مفتوحه باسمك او لا. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. طبعا هذا جواب لاحد الاخوه طلب مني هذا الفيديو. اي حد عنده سؤال يعلق باسفل هذا الفيديو. السلام عليكم.